ناحية الدجيلة أواسط تمثل أهمية جوهرية لما تحمل من معطيات حضارية، فتاريخها يزخر بالكثير من الأحداث والشواخص، فالتقينا بأهلها ليروا لنا قصتها عبر العصور والتي دلت على عراقة هذه المدينة. منطقة الدجيلة أو واسط التي تقع في وسط العراق هي منطقة موغلة في القدم من ناحية التاريخ والجغرافيا. تشكيلها الجغرافي يعود إلى 5600 سنة قبل الميلاد عندما اكتمل تشكيل السهل الرسوبي. أما تاريخيا فهذه المدينة يعني وقعت تحت نفوذ الدول العراقية القديمة، سواء كانت السومرية أو الأكدية أو البابلية القديمة، ما تلاها من احتلالات. تراجعت أهمية واسط عندما بنيت مدينة بغداد 145 هجرية، لكنها بقت مركز مهم كان لها دور بارز في مواجهة المغول، إذ يذكر أنها المدينة العراقية الوحيدة التي واجهت المغول مواجهة عسكرية ودفعت لذلك ثمنا باهظا، إذ استشهد من أهلها 30,000 شخص أخذوا غيلة وغدر وخديعة. مع أن هذه المدينة يعود تاريخها إلى سنين موغلة بالقدم، غير أن أهميتها تراجعت بعد سطوع نجم بغداد وبناء مدينة الكوت، لكنها احتفظت بهويتها التاريخية. ناحية واسط اللي معروفة هي باسم الدجيلي على أثر مرور نهر الدجيلي من خلالها، اللي يبتدئ من سدة الكوت وينتهي بزايز شاخة 13. يغلب على طابع ناحية واسط، وهي من المناطق العريقة يغلب عليها الطابع العشائري، وأهم عشائرها عشائر السراي وعتاب البدراج. المشاريع التي قامت في هذه المنطقة مشروع الدجيلة الكبير، تأسست بالخمسينات من القرن الماضي، يحدها من الشمال غضاء الكوت، ومن الجنوب غضاء علي الغربي، ومن الغرب ناحية البشائر، ومن الشرق ناحية شيخ سعد. يبلغ عدد سكانها حوالي 45,000 نسمة. مدينة واسط القديمة امتازت بعدة سمات، فهي تكتنز الآثار الشاخصة والطابع الزراعي، وتضم نسيجا عشائريا ذا طيبة وكرم وألفة، والتي تتجسد في روح هذه المدينة. أنا أقدم بيت بالدجيلي، أهلي من المؤسسين، وهذا الدجيلي اشتغل بمرحوم مادي بحفر الدجيلي سنة الثلاثينات، بنى سدة الكوت سنة 34، وبدأ لإنهاض مشروع الدجيلي والغراف، وإحنا سكنت المنطقة من أقدم بيت أنا بالمنطقة. لبرنامج نوافذ واسطية، ابتسام الصافي.